طيب السؤال 12: هل يعتبر من منهج السلف إثارة العوام على الحكام؟ زي يقول أحدهم: راجعوا شرايطي، أنا مش بقول الكلام ده بعد الثورة، أنا من 25 سنة وأنا بتكلم عن الفساد على المنابر. 25 سنة وأنا بتكلم عن الفساد هذا على المنابر. يعني من 25 سنة وأنت بتثير الناس. والآخر ماذا يقول؟ يقول هناك ثورة صامتة ساكتة. الثورة مش النهاردة، مش 25 يناير، لا، ده في ثورة من 30 سنة يحركها الكاتب، يحركها الداعية، يحركها أناس على المنابر. الثورة دي مش بتاعت فقط ال 25 يناير، وإنما أناس كانوا يثورون ولكن كانت ثورتهم ساكتة. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله على الاعترافات. وقد كنا نبرئكم في الزمن الماضي ونقول لا تتحاملوا على هؤلاء يعني في الجملة يدعون إلى منهج السلف، لا تتحاملوا يا ناس على هؤلاء، ولكن يأبى هؤلاء إلا أن يعترفوا على أنفسهم. وإن الإقرار سيد الأدلة، وإن المقر على نفسه لا يحتاج إلى 4 شهداء. فالشيخ يسأل: هل من منهج السلف إثارات العوام على الحكام؟ الشيخ مقبل يسأل هذا. الجواب: لا، إلا أنني أريد أن تفرق بين حكام العصر وبين الحكام في زمن بني أمية وبني العباس، وتقرأ التاريخ من أجل أن ما تعرف ما قاموا به من الخير الكثير. طبعا هذا التفريق يدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم كما في حديث أنس عند البخاري: لا يأتي الزمان إلا والذي بعده شر منه. لكن هذا التفريق لا يتعلق به حكم، وهو الكلام على إثارة الحكام، فإنهم جميع الحكام على ظهر الأرض طالما أنهم على وصف الإسلام وليسوا كفارا فإنهم يشتركون في أحكام واحدة: عدم الخروج عليهم، عدم إثارة الفتن، عدم ذكر المعايب على المنابر. ولهذا قال عبد الله بن عكيم: إن لا أعين على دم خليفة بعد عثمان. قالوا: وهل أعنت على دم عثمان؟ قال: إني لأعد ذكر معايبه من الإعانة على دمه. ولهذا جاء عند أحمد أن سعيد بن جمهان قال لعبد الله بن أوفى نبي أوفى: ألا ترى ما يصنع السلطان؟ قال: عليك بالسواد الأعظم، عليك بالسواد الأعظم، عليك بالسواد الأعظم. إن كان السلطان يسمع لك فأتيه في بيته وأخبره بالذي تعلم، فإن استجاب لك وإلا فقد أديت ما عليك. فليس الكلام على المنابر في مسالم الحكام سبيل أهل السنة والجماعة. طيب، يسأل الشيخ رحمه الله تعالى: ما الضابط الشرعي لفقه الواقع؟ الجواب هو فهم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن هذه الفتنة حدثت بسبب ذنوبنا كما قال تعالى: وتقوا الفتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. فما أصاب المسلمين هو بسبب ذنوبهم. فعرف من هذا أن فقه الواقع هو أن ننظر بأي شيء حصل لنا هذا التدهور وهذا الفطور، على أننا لا نجيز الخروج على الحكام لما يحصل من سفك دماء المسلمين وما حصل من قبل في عبرة، والنبي ينهانا عن الفتن. وأنا أنصح طلبة العلم ألا يشغلوا أنفسهم بالحكام، وأن يقبلوا على العلم النافع، وهم لا يشاورون أهل العلم في قضاياهم. فلماذا نشغل أنفسنا بهذا الأمر ونحن لا ندعو إلى الثورات ولا إلى الانقلابات؟ فوالله ما نحب أن تقوم ثورة في العراق لأنها ستسفك دماء المسلمين. ثورة العراق كان سنة كم يا أخوان؟ الشيخ مقبل مات توفي سنة 1422. قبل ولا بعد؟
قبل ثورة العراق ولا بعد ثورة العراق؟ لا، ثورة العراق كانت قبل. ثورة العراق اي نعم، اللي هو لكن ذهاب صدام قريب بعد هذا التاريخ تقريبا يمكن 25 أو 26 هجري. فيقول الشيخ: ما نحب أن تقوم ثورة في العراق لأنها ستسفك دماء المسلمين، ولا نحب أن تقوم ثورة في ليبيا لأن الدائرة ستكون على رؤوس المساكين، وكذلك لا نحب أن تقوم ثورة في سوريا لأن الدائرة ستكون على المسلمين. والحمد لله رب العالمين على هذا الفقه المتين والنظر الثمين. صدق حينما قال: فقه الواقع لا بد أن ينطلق من الكتاب والسنة. وكأن الشيخ يتكلم من قبره الآن، وعلم أن سوريا ستثور وأن ليبيا ستثور، وأفتان الشيخ في ثورة ليبيا وثورة سوريا وثورة العراق. ما قالش مصر، قال آله. وقد ظن بعض المغفلين أن فقه الواقع أن تعرف كم شوارع باريس وكم شوارع القاهرة وكم شوارع أمريكا. والأمور يقاس عليها، فلا فرق بين سوريا والعراق وبين مصر وليبيا. فالشيخ يقول: والله ما نحب أن تقوم ثورة في العراق لأنها ستسفك دماء المسلمين، ولا نحب أن تقوم ثورة في ليبيا لأن الدائرة ستكون على رؤوس المساكين، وكذلك لا نحب أن تقوم ثورة في سوريا لأن الدائرة ستكون على المسلمين. هذا كلام الشيخ مقبل ابن هادي المتوفى سنة 1422 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. فهل لا يعي القوم أن الناظر بنصوص القرآن والسنة ناظر ببصيرة، وأن ترك القرآن والسنة واللجوء إلى الفكر واللجوء إلى الأقيسة العقلية أن هذا يوجب الأمة إلى الخطورة؟ هل يا ترى لو كان الشيخ مقبل الآن موجودا لجاءنا ونزل في ميدان تحريرنا كما نزل القرضاوي؟ هل لو كان مقبل ابن هادي موجودا الآن بعد هذه الكلمات لقال: إني أشعر بالخيانة حينما أنظر إلى أبنائنا وهم في الميدان وأنا في بيتي مع أولادي؟ إخواني، آن الأوان أن يعلم الناس المناهج، آن الأوان أن يفرق يا إخواني بين هذه الأمور من أدعياء سلفية ودعاة سلفية. وقد ظن بعض المغفلين أن فقه الواقع، يقول الشيخ مقبل، أن تعرف كم شوارع باريس وكم شوارع القاهرة وكم شوارع أمريكا، وإذا لم تعرف الجغرافيا فما عرفت فقه الواقع. فأعلم ناس بفقه الواقع هم أهل السنة، وعلى رأسهم الشيخ ابن باز والشيخ الألباني حفظهما الله. ونحن نقول والشيخ مقبل حفظه الله، والعثيمين حفظه الله، ومن صار على ضربهم وطريقتهم. فأما فقه الواقع بمعنى أن نصرف شبابنا إلى قراءة الجرائد والمجلات وإلى استماع الإذاعات فلا، ولسنا نحرم على الناس شيئا أحله الله لهم، لكن أن نصرف الشباب الذين يصلحون لطلب العلم نصرفهم إلى التمثيليات. فالذي لا يمثل ما عرف الواقع، والذي ما عرف النشيد ما عرف الواقع، والذي لا يعرف أن الخميني إمام المسلمين ما فقه الواقع،